لو انت فاكر ان النجاح محتاج شطارة وفلوس وعلاقات، فأحب اقولك انت لسه ما فهمتش اللعبة. اللي كسبوا مش دايما اشطر ناس، واللي خسروا مش دايما اغبى ناس. اللعبة دي معمولة للي بيعرف يغش صح، مش للي بيجاوب صح. عايز تفهم ازاي؟ ركز معايا لحد اخر ثانية، وخليني افتح لك الكود السري اللي محدش بيشرحه. احنا اتعلمنا طول عمرنا انك تذاكر كويس، تشتغل بضمير، تبقى صادق واخلاقك عالية، هتكسب. بس الحقيقة اللي محدش عايز يقولها لك، الناس اللي بتكسب في الحياة مش بالضرورة يكونوا الأفضل، لكن هم الأذكى في فهم قواعد الغش وتحويلها لصالحهم. النقطة الأولى: الغش في الحياة مش دايما حرام، أوقات بيبقى ذكاء. الغش هنا مش معناه السرقة أو الكذب. الغش هنا هو إنك ما تمشيش في الطابور الطويل لما ممكن تفتح باب جانبي وتدخل أسرع. اللي بيشتغلوا 10 ساعات في اليوم بأمانة وإخلاص بيتكافئوا بإيه؟ مرتب ثابت، شوية خدمات، ويمكن فصل في آخر لحظة. لكن اللي بيفهم اللعبة بيشتغل 3 ساعات على فكرة مربحة، ويبني منها بيزنس يطبع فلوس. الفرق مش مجهود، الفرق في المود بتاع التفكير. النقطة التانية: اللي بيكسبوا بيسألوا أسئلة مختلفة. الفقير بيسأل أعمل إيه علشان أكسب 2000 جنيه؟ الغني بيسأل إزاي أخلي 2000 جنيه يشتغلوا لي ويجيبوا 10؟ الغبي بيسأل هينفع؟ الناس مشيت فيها قبل كده. الذكي بيسأل ازاي اكون اول واحد يعملها قبل ما الناس تفهمها؟ اهو دي اول خطوة في الغش المشروع. فكر بعقل الراجل اللي بيكتب الامتحان، مش اللي بيجاوب عليه. النقطة الثالثة: الشطارة في انك تسبق السوق مش تلاحقه. اللي بيمشوا ورا الترند دايما بيجوا متأخرين. اللي بيخلقوا الترند هم اللي بياخدوا كل التورتة. يعني ايه؟ يعني بدل ما تدخل مجال مليان منافسة، اختار زاوية محدش واخد باله منها. كل الناس عايزة تفتح كافيهات، انت روح افتح شركة بتأجر ديكورات كافيهات تصوير للإنفلونسرز. الناس بتبيع أكل بيتي، انت اعمل لهم بلاتفورم يبيعوا عليه، واشتغل سمسار بدل ما تشتغل طباخ. الفكرة انك تغش الطريق الطبيعي وتبني شورت كات ذكي. النقطة الرابعة: اللعبة معمولة علشان اللي عنده عقلية البيع مش عقلية الإنتاج. في 2 اشتغلوا على نفس الكورس، واحد قعد 6 شهور يذاكر ويجهزه ويمنتجه، والتاني خد المحتوى من بره وعدله بالعربي. مين اللي باع؟ التاني. ليه؟ لأنه فهم إن القيمة مش في الإنتاج، القيمة في التسويق. الناس بتشتري اللي بتشوفه مش الأحسن، الناس بتدفع للظاهر مش للجوهر. فلو انت لسه بتتخانق على الجودة وتسيب التسويق، انت بتلعب لعبة غلط. النقطة الخامسة: الناس بتحب اللي بيبالغ مش اللي واقعي. اللي بيقول هعلمك تكسب 1000 جنيه في الشهر محدش بيسمع له، لكن اللي بيقول ازاي تكسب 10 تلاف جنيه وانت نايم هو اللي بيطلع ترند. ليه؟ لانك داخل تلعب في مسرح اسمه إثارة الحواس، مش إثبات الواقع. يعني لو أنت فاكر أنك هتكسب احترام الناس بعقلانيتك وهدوءك، للأسف. السوشيال ميديا مش جامعة، دي ساحة صريخ. لازم تصرخ، لكن تصرخ بمعنى مش فاضي. النقطة السادسة: الناس بتشتري الحلم مش المنتج. انت مش بتبيع منتجك، انت بتبيع الحلم اللي المنتج ده بيخليهم يعيشوه. يعني لو بتبيع كورس تسويق، ما تقوليش هعلمك SEO، قول له هخليك تتصدر وتكسب من اول يوم شغل على جوجل. لو بتبيع كتاب، ما تقوليش 200 صفحة علم، قول له ده مفتاحك للخروج من السجن اللي انت فيه. لو بتبيع تدريب، ما تقوليش هنشتغل على الذات، قول له هخليك تبطل تشتغل عند حد في اقل من 90 يوم. الناس عايزة سحر، انت دورك تبني السحر ده بعقل. النقطة السابعة: أسرع طريق للفلوس تبيع للي بيدفع. أكبر غلطة بيعملها الشباب الطموح إنهم يفضلوا يوجهوا كلامهم لناس زيهم. انت عايز تعمل بيزنس، وجه كلامك لناس معاها فلوس. ابني حاجة تخدم الأغنياء، الشركات، المديرين، أصحاب العقارات، الناس اللي بتدفع عادي من غير فصال. واوعى تفضل تحاول تقنع الفقير انه يشتري. الفقير بيستثمر في العيش مش في الوعي. النقطة الثامنة: أخطر نوع غش إنك تغش عقلك.
عقلك بيقولك استنى لما تبقى جاهز، لما تذاكر، لما تبقى محترف، لما تتعلم أكتر. بس اللعبة مش كده خالص. اللي بيكسب هو اللي بيبدأ وهو لسه نص لف. اللي بيتعلم هو اللي بينزل السوق يتدرب أو يتدرب ويقوم. لو استنيت تبقى كامل عمرك ما هتبدأ، ولو استنيت إذن من المجتمع هتعيش عبد للرأي العام. فأغش عقلك واقنعه إنك مستعد وانزل العب. اللعبة مش معمولة للطيب اللي بيذاكر كويس، ولا اللي بيشتغل أكتر، ولا اللي ضميره صاحي. اللعبة معمولة للي فاهم السوق عايز إيه، الناس بتدفع ليه، وإزاي تقدم الحاجة في غلاف يفتح النفس. وده اسمه غش بناء. غش يخليك تكسب بس من غير ما تسرق، غش يخليك توصل بس من غير ما تدوس على حد، غش يخليك تلعب بلغة الأغنياء من غير ما تبيع روحك. أنا مش بقولك تبقى نصاب، أنا بقولك بطل تلعب بدور التلميذ المثالي وابدأ اكتب امتحانك بنفسك. ليه؟ لما الدنيا تغلى الأغنياء بيتضاعف رصيده وانت بتقعد تحسب حق الفول والطعمية، لأن في كود سري بيتكتب في حياتهم بيخليهم دايما فوق. والكود ده مش سحر ولا واسطة، ده نظام تشغيل الثراء. الجزء الأول نظام التشغيل الفقير. الفقير مش بس اللي معهوش، الفقير هو اللي بيشتغل طول عمره على نظام تشغيل مخروم. السطر الأول في الكود: اشتغل أكتر تكسب أكتر. بس الحقيقة الأغنياء ما بيشتغلوش أكتر، الأغنياء بيشتغلوا صح. الفقير كل ما الدنيا تضيق بيزود الشغل، الغني كل ما الدنيا تضيق بيغير النظام. الغني مش بيسأل اشتغل فين، الغني بيسأل أعمل نظام يجيب لي دخل إزاي. إعادة البرمجة: لو أنت شغال من 9 ل5 ومش شايف فلوس بتزيد، اعرف إنك شغال على كود فاشل. عايز تبني كود جديد؟ تعال نكتب الفانكشنز واحدة واحدة. كود الدخل المتكرر: أول كود لازم يتزرع في دماغك، إزاي أكسب فلوس حتى وأنا مش شغال. دي مش جملة خيالية، ده الأساس. كتاب تكتبه مرة وتبيعه 1000 مرة، فيديو تعمله مرة ويجيب لك دخل كل شهر، برنامج أو موقع تديره والناس تدفع مقابل الاشتراك أو الخدمة. اسأل نفسك إيه الحاجة اللي أعملها مرة وتشتغل عندي كتير.